بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي الأعزاء، اليوم نتكلم في هذا الفيديو ونشرح سلالات الأبقار الموجودة عالميا، ولكن قبل البدء أرجو منكم وكل من يشاهدنا أن لا ينسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولن تنسوا إن شاء الله دعمنا باللايكات والكومنتات، وعلى بركة الله نبدأ. أخوتي الأعزاء، الأبقار تربى لأغراض متعددة، منها ما يربى لأجل إنتاج اللحم، ومنها ما يربى لأجل إنتاج الحليب، ومنها ثنائية الغرض. وقد يسأل السائل لماذا هذا التقسيم؟ والجواب لأن هناك سلالات مهيئة خلقها الله لإنتاج نوع معين من أما لحم أو حليب، وهناك أنواع مثلا كثيرة إنتاج اللحم، يعني جسمها يصل إلى وزن كبير خلال فترة قصيرة، وهناك العكس، وهناك من تنتج حليب أو يكون إنتاجها غزير باللبن أكثر من إنتاجها للحم. فعلى بركة الله نبدأ بتعداد وتوضيح لكل سلالة من هذه السلالات إن شاء الله. أول هذه السلالات وأكثرها شيوعا هو الهولشتاين، أو يسمى اسم آخر يسمى الفريزيان. طبعا موجود عندنا بالعراق إن شاء الله بكثرة، لأنه أدخل للعراق منذ سبعينيات القرن الماضي، وأدخل في التلقيح الاصطناعي. وهي أبقار حلوب، موطنها الأصلي هو شمال غرب ألمانيا. تنتج تقريبا من 30 إلى 50 كيلوغرام من الحليب يوميا، وهي يعني منتشرة عالميا في كل أنحاء العالم. تسمى مثل ما قلنا الهولشتاين أو الفريزيان. ثاني هذه الأنواع هي أبقار الموبيليار، سميت بهذا الاسم لوجودها في منطقة في فرنسا، وهي ثنائية الغرض، تستعمل لإنتاج اللحم والحليب. النوع الثالث هو يسمى سلالة ميوز الراين، وهي سلالة هولندية غرضها مزدوج أي للحليب واللحم، وحجمها متوسط إلى كبير الحجم. النوع الآخر هو نوع أو سلالة الجرسي، موطنها الأصلي جزيرة جيرسي، وهذه الجزيرة تقع في القناة الإنجليزية، وتربى لغرض إنتاج الحليب. النوع الآخر هو